نزاع نهائي الكان، سيناريوهات طاس وهيكل المرافعة القانونية للمغرب. أكدت مذكرة تحليل مؤسساتي أصدرها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة كايز الجمعة إلى أن التحدي أمام محكمة التحكيم الرياضي في حالة نزاع مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 هو إيجاد توازن دقيق، قبول استجابة استثنائية لحالة استثنائية لعدم تطبيق سلوك غير مقبول، مع ضمان ألا يتحول هذا الاستثناء إلى تقنية عادية لقلب النتائج بأطر رجعي. سيناريوهات متوقعة. خلصت المذكرة المعنونة بنهائي كأس إفريقيا 2025 من نزاع اللقب إلى رهانات الحكامة والقوة الناعمة إلى وجود تنازع بين منطقين قانونيين، إذ القراءة الأولى الكاف تستند إلى المادتين 82 و 84 حيث يعتبر مغادرة الملعب دون إذن حكما بالخسارة الإدارية 3-0. أما القراءة الثانية للسنغال فتركز على أن المباراة استؤنفت وانتهت فعليا، وأن تغيير النتيجة لاحقا يمس بالأمن القانوني للمسابقة. بناء على تحليل استشرافي صاغ خبراء المركز ذاته ومقره طنجة السيناريوهات المتوقعة لقرار محكمة التحكيم الرياضي تاسكاس، مؤكدين أن سيناريو تأييد جوهر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف هو الاحتمال الأرجح نسبيا في الوقت الحالي، ويستند هذا التقدير إلى وجود أساس تنظيمي حقيقي وقوي في لوائح البطولة، بالإضافة إلى الطابع الجدي والحاسم للسلوك محل النزاع. كما تبرز هنا حاجة مؤسساتية ملحة لدى الهيئات الرياضية لردع تكرار مثل هذه السلوكيات التي قد تهدد استمرارية اللعب ونظام المسابقات مستقبلا.